تخيل انك دكتور وتقرر تحقن نفسك ببكتيريا ممكن تموتك في ايام. ليه؟ علشان تثبت للعالم انك لقيت علاج في عفن كان طالع على طبق نسيته في المعمل. جنون، بس الجنون ده هو اللي انقذ ملايين البشر. القصة دي مش من افلام هوليوود، دي حصلت بجد، وبطلنا اسمه ألكسندر فليمنج سنة 1928 في مستشفى سانت ماري بلندن. الراجل ده كان موجود وكان معروف عنه انه كان مهووس بالتجارب. ما كانش حد يعرف ان تجربة واحدة من التجارب المجنونة دي هتنقذ ملايين البشر. المهم الراجل كان بيشتغل على بكتيريا خطيرة جدا بتسبب التهابات قاتلة. في زمنه كان جرح صغير ممكن يؤدي الموت بسبب العدوى. الناس كانوا بيموتوا من إصابات بسيطة جدا، والأطباء كانوا عاجزين وواقفين بيتفرجوا ومش عارفين يعملوا إيه. المهم الراجل شاف المعاناة دي بنفسه وقرر يتحدى الخطر، بس بطريقته الخاصة. وفي يوم من الأيام نسى طبق من أطباق البكتيريا مفتوح في المختبر بتاعه، ولما رجع بعد كام يوم شاف حاجة غريبة جدا. نوع من الفطريات نما بالصدفة على الطبق، والغريب إنه قتل كل البكتيريا اللي حواليه. طبعا الراجل وقف مذهول، الفطر اللي قدامه قتل أخطر بكتيريا كده. بس المشكلة الحقيقية هنا ازاي هيقنع العالم ان نوع بسيط من العفن قدر يشفي اخطر الامراض. فقالك بس انا هجرب على نفسي، وهوب حقن نفسه بنفس نوع البكتيريا القاتلة وعالج نفسه باستخدام مستخلص من الفطر اللي سماه بنسلين. وكانت النتيجة جامدة، البنسلين قدر يوقف العدوى بشكل كامل. وفي سنة 1942 لما لندن اتعرضت لقصف الحرب العالمية الثانية، الناس كانوا بيموتوا بسبب العدوى أكتر من الحرب نفسها، لكن بفضل البنسلين اللي هو اكتشفه قدر الأطباء يعالجوا آلاف الجنود والمواطنين وأنقذوا ملايين الأرواح خلال سنين قليلة. سنة 1945 أخيرا حصل ألكسندر على جائزة نوبل في الطب. الراجل الجازف بحياته عشان البشرية أصبح بطل في عيون العالم، ولولا تجربته المجنونة كان ممكن أبسط عدوى لحد النهاردة تكون قاتلة. الحلقة الجاية هنحكي عن الدكتور اللي دخل قلب الإنسان لأول مرة في التاريخ علشان يعمل عملية مستحيلة رغم إن الكل قال له هتفشل، لكن اللي حصل بعدها غير تاريخ الطب للأبد. سلام.